لو انت بنت وداخله تربيه رياضيه في الفيديو ده ليكي بارت 3. لو انت مشفتيش بقى بارت 1 وبارت 2 روحي شوفيه. احنا اتكلمنا في بارت 1 وبارت 2 عن الصن بلوك والسان سكرين وازاي نحافظ على شعرنا وازاي. نتكلم بقى على الحاجه اللي جوه جسمنا. نفطر كويس يا بنات قبل ما ننزل، نفطر كويس قوي قبل ما ننزل. ولو انت بيتك طويل خدي سندوتشات معاكي وكليهم في العربيه، يعني اتصرفي. اهم حاجه ما تخشيش اول محاضره وانت مش واكله كويس. تاخدي الفيتامينز بتاعتك. لو انت عارفه ان جسمك ناقصه حاجه، لا خدي الفيتامينز بتاعتك، سواء حديد سواء الحاجات الاساسيه اللي انت بتاخديها خديها في مواعيدها. وحاولي على قد ما تقدري ان انت ما تهمليش في صحتك خالص، لان انت الكليه اصلا محتاجه حد صحته كويسه. تاخدي معاكي برضو الفيتامينز اللي هو الحاجات بقى اللي هي زي الاوميجا 3 الجامز كل الحاجات اللي هي لو انت مش في مقدرتك مش مشكله. بس نحاول على قد ما نقدر ان احنا ناخد فيتامينز كويس، ناخد فيتامين سي، ناخد حديد. اي حاجه جسمك محتاجها خديها. افطري كويس، تاكلي كويس، كلي اكل كويس عشان صحتك وعشان جسمك. ما تهمليش في نفسك خالص. يعني ممكن تكون دي الحته اللي انا عملتها في الكليه اللي انا ندمانه عليها دلوقتي، وبحاول ان انا اصلحها. ان انا ما كنتش باخد فيتامينز، ما كنتش باكل كويس. كنت طول اليوم قهوه نسكافيه. ممكن اكل في نص اليوم مثلا على 4 5، او اخر اليوم او على 1 2. واحنا طبعا انا كنت بنزل من بيتي الساعه 5:30 او 6. فاللي هو لا، كلي كويس، اهتمي بنفسك، اهتمي بصحتك، اهتمي بشكلك. الكليه هتعمل لود عليكي شويه، بس ما ننساش ان احنا بنات. بس كده كان معاكم كابتن مريم صلاح، ما تنسوش بدعوه حلوه. سلام.